رمضان في مصر حاجة تانية والسر في التفاصيل. رمضان في مصر ياما مسكنا الفوانيس أشكال وألوان، مشينا في شوارع المحروسة نلف فيها مع أصحابنا وأخواتنا وولاد وبنات الجيران. الفوانيس زمان ما كانتش بتغني، لكن احنا اللي كنا بنغني ونقول وحوي يا وحوي. أنا داليا وهبي وانتوا بتسمعوا بودكاست على الكنبة. من زمان جدا ارتبط الفانوس بشهر رمضان المبارك، لأنه هو فيه نور وفيه بهجة، والاتنين موجودين في الفانوس وفي رمضان. علشان كده الفانوس فضل ينور أيام وليالي رمضان الجميلة. الفوانيس إجمالا لها سحر خاص كده، تحس ان هو بياخدك لعالم من الحكايات والروايات. التاريخ اتفق على ان أصل الفانوس عادة جاية من العهد الفاطمي تقريبا من 1000 سنة. يعني احنا عندنا الفوانيس في مصر من 1000 سنة، لكن الحكايات اختلفت على السبب اللي استعملوا علشانه الفانوس. أول حكاية كانت بتقول إن الخليفة الفاطمي المعز لدين الله كان جاي القاهرة بالليل، فالقائد العسكري بتاعه اللي هو كان جوهر الصقلي في الوقت ده أمر الناس إن هم ينوروا الشوارع بالشموع عشان يستقبلوا الخليفة، وعلشان يحافظوا على نور الشموع فالناس قالوا لها زي قواعد من الخشب وغطوا الشموع بالجلد علشان الهواء ما يطفيش نار الشمع، ومن بعيد كانت الشموع شبه الفوانيس. الحكاية التانية بتقول ان الفانوس برضو كان موجود في العهد الفاطمي، لكن ظهر لما الخليفة ادى الامر بان الشوارع والحوائط في شهر رمضان بتوع القاهرة لازم تتنور كلها بالليل. ليه؟ علشان الناس تقدر تتحرك بالليل في شوارع القاهرة، وما كانش فيه حاجة ينفع يتعمل بيها الإضاءة دي غير الفوانيس في الوقت ده. أغرب حكاية في موضوع الفوانيس دي إنه برضو في العهد الفاطمي إن الستات كانت في العهد الفاطمي ممنوعة من الخروج يا عيني طول السنة، ما عدا شهر رمضان هو الوقت الوحيد اللي بيكون عندهم حرية إن هم يخرجوا يستمتعوا شوية بالشهر الكريم. لكن أي ست كانت تخرج كان لازم يبقى قدامها شاب صغير كده كان بيتقال عليه الغلام. الغلام ده كان بيمسك الفانوس ويسبقها شوية قدام في الشارع علشان يعلن للناس ان في واحدة ست جاية في الطريق. مهما اختلفت الحكايات عن الفانوس، لكن فضلت حاجة مهمة ثابتة جدا، ان الفانوس موجود في مصر من 1000 سنة ويمكن اكتر، ومكمل معانا لغاية النهاردة، فضل مرتبط بشهر رمضان، وهنفضل دايما ننور الفوانيس في شهر رمضان.